السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا هو الفريق الأقرب للتعاقد مع آيت نوري. هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات الجديدة. وبدون إطالة نبدأ الفيديو على بركة الله. كشفت تقارير إعلامية إنجليزية بأن نادي ليفربول في وضعية أفضل للظفر بخدمات الظهير الأيسر الجزائري رايان آيت نوري بعد أن تقدم في المفاوضات مقارنة بنادي مانشستر سيتي وتشيلسي المهتمين أيضا بضم مدافع الخضر، ولكن اللاعب الجزائري يميل للموافقة على عرض الريدز. وأكد دافيد لينش في تصريحات صحفية أن ليفربول قريب من ضم رايان آيت نوري من أي فريق آخر بحكم العلاقة الجديدة التي تربطه بوكيل أعماله، ببساطة لأنه تم ربطه بشكل متكرر مؤخرا. ومن الواضح أن ليفربول لديه علاقة رائعة مع وكيله، قبل أن يضيف: أعتقد أن هناك بالتأكيد شيء ما سيحدث. وأشار الصحفي الإنجليزي إلى أن ليفربول سيكون مطالبا ببيع أحد اللاعبين قبل أي تحرك للتعاقد مع ظهير أيسر آخر. وقال في هذا الصدد: أعتقد أن كوستاس مرشح إلى حد ما للرحيل هذا الصيف، ولكن من الواضح أن هذا يجب أن يحدث بالفعل. لا يمكن إضافة ظهير أيسر وتأمل أن ينجح الأمر بنفسه. ليفربول لن يعمل بهذه الطريقة أبدا، لذا ربما هذا الشيء عليك انتظاره. لكنني أعتقد أن نوري يمثل الحلقة المفقودة التي يبحث عنها ليفربول. ومن جهته بات وولفرهامبتون مستعد لبيع عقد آيت نوري، لكنه يشترط أن يكون العرض المقدم له من الأندية المهتمة به ضخما. ووفقا لموقع ميلينو فإن وولفرهامبتون يشترط الحصول على مبلغ لا يقل عن 30 أو 40 مليون جنيه استرليني للتخلي عن خدمات الظهير الأيسر. ويذكر أن رايان آيت نوري مرتبط بعقد مع وولفرهامبتون يمتد إلى صيف 2026، وتبلغ قيمته التسويقية 35 مليون يورو حسب بيانات موقع ترانسفير ماركت الألماني.